شايف مين من وجهة نظرك بيعجبك قوي في الدوري، وشايف ان لو تم الاهتمام بيه يقدر يكون مهاجم قوي جدا جدا لمنتخب مصر الفترة اللي جاية، او يكون محط انظار الاندية الكبيرة الاهلي والزمالك؟ بص، هو انا شايف الفتره الاخيره بشوف حسام حسن بعد ما مشي من الاهلي. حسام لو خد فرصته كامله في الاهلي ولعب ولعب دايما باستمرار وصبروا عليه، كان اعتقد انه كان يقدر يبقى كويس جدا، لانه حتى وهو في سموحه لو تفتكر حسام كان بيروح المنتخب. اه طبعا، حسام كان لعيب كويس جدا، جدا. امكانيات كبيرة. فانت عندك فرقه زي ده، فرقه كويس وارقامه كويسه جدا، وكان بيروح المنتخب من وهو في سموحه. فانت ما تديله فرصه كامله هتفرق مع حسام يعني جدا. انت شايف ان النادي الاهلي يعني اتسرع في قرار رحيله، ولا حسام هو اللي ما استغلش الفرصه وحارب على ان هو يثبت وجوده ويحجز مكانه بشكل لا، اكتر انا بشوف من ان كده؟ هو اتسرع، لانه برضه هو ما خدش فرصه كامله. يعني ما لعبش مثلا 3 4 ماتشات ورا بعض. بس خلي بالك، هو حسام خد فتره مع موسيماني اتظلم فيها. ايوه، بعد كان كده نزلوا لعب اخر شويه دقيقه مع سواريش، وبعد كده كان عنده فرصه 6 شهور مع مين؟ مع كولر. فبدأ الراجل ياخد قرارات ان مفيش قناعه شويه في الحته دي. ما انا بكلمك حسام برضو. حسام لما جه، حتى العامل النفسي بيفرق. انت بتيجي النهارده فرود جاي مكسر لك الدنيا والاهلي متعاقد معاه، وتيجي تنزله اخر 5 دقايق، وتيجي تنزله اخر دقيقتين والولد وعليه يعيط، ضغوطات والولد يعيط ويطلع في التلفزيون يعيط، والكابتن الخطيب يجيبه طبطب عليه. الموضوع النفسي برضه بيفرق مع لعيب الكوره، خاصه اللي هو جاي لك اصلا فرود مكسر الدنيا وكان بره مصر. فلا، حسام من الفراده كويسين جدا، بس انا زي ما قلت لك ان الاهلي ما صبرش عليه وما اديلوش حقه في الكوره، لان الواد اول ما مشي من النادي الاهلي النهارده بيكسب سموحه. هو كل ماتش يجيب جون واثنين، كل ماتش بيجيب جون واثنين ومكسر الدنيا في سموحه. ايوه. فهي المشكله ان هو ما لعبش في الاهلي، ما خدش فرصته كامله في الاهلي زي ما بيقول. ممكن العب على وقت، على فترات، بس الفترات برضو مش كافياني كلاعب ان انا اظهر امكانياتي.